انتي فين؟ نزلت. انا شفتها على باب الشارع. من قوم اجيب لك عباية من عندي. ايه ده؟ ايه ده؟ خالته شم ريحة الكحك. يا حبيبي شمي. خلي ماما تعمل لنا بقى. حاضر. بيقول لك ايه الواد ده؟ زهقك اكيد طول النهار لا كده. طبعا، وانا بحبش ماما اعوده شم عادي. ريحة الكحك. شميها يا مالك. اعمل لنا زي كل سنة. لا يا مالك، السنة دي مش هينفع. انت عارف تيتا عندها عزا، مش هينفع السنة دي يا حبيبي. لا ماليش دعوة، احنا عايزين كحك. خلاص ماشي، هبقى اشوف كده. خش اقعد مع اخواتك جوا يلا. اعمل ايه بس؟ اللي هنعمل ايه؟ بقول لك ايه، هعمل لهم شوية كحك وبسكوت. يا بنتي ما ينفعش، ده لسه ما ربعانش حتى. هنعمله كحك ازاي؟ ده بقاله اسبوع، ما انا عارفة. طب بقى هنعمل كده ازاي؟ حماتك هتزعل وجوزك كمان هيزعل، لان ده كان خاله وحبيبه. طب اعمل ايه يعني؟ انا اسيب العيال نفسهم في الكحك ويقعدوا يبصوا لعيال الجيران بقى، ولا يبصوا لده ولا لده؟ مش عارفه، بس انا خايفه عليكي. بقول لك ايه، حماتي كل يوم الصبح بتاخد نفسها وتروح البيت عند مرات خالي في العزا. طب ماشي. وبعدين؟ اول ما تمشي هبقى انا جايبه الحاجه. تمام. تجيلي بس انتي تساعديني. هعمل من كل حاجه 2 كيلو كده قوام. حاضر يا زوزو، بس لو حماتك شمت خبر ولا جوزك هيبهدلوا الدنيا. لا، حتى لو شافوا الكحك، شافت الكحك مع العيال، هقول لها ان انتي عملتي عندك في البيت وجايبه لنا شويه. خلاص ماشي. انتي لو شقتك واسعه شويه كنا جينا عملنا عندك، بس انتي كمان جوزك قاعد ليل ونهار. ما اعرفش. ولو عارف برضه هيقول لك ايه ده، انتوا ما بتعرفوش حاجه في الاصول. جوزك هيبهدلنا، انا عارفاه. لا خلاص، لا احنا بنفهم في الاصول يا ايه، بس هي الظروف يعني ما غصب عني. العيال. الحمد لله. لا انا بصي هنزل بالليل كده، اجيب الحاجات في كيسه سودا حتى واشيلها، والصبح تعالي لي بس انتي بدري. اول ما اشوفها ماشيه هكلمك في التليفون تجي لي على طول. خلاص ماشي. ماشي ماشي. يلا هقوم احضر الفطار بقى. طب يلا. الو. ايه يا ايه؟ انتي فين؟ نزلت. انا شفتها على باب الشارع. من دلوقتي كنت واقفه لقيتها على باب الشارع. حطي اي حاجه عليكي وتعالي بقى بسرعه. لابسه اصلا؟ طب كويس يلا. بقول لك ايه، انا هسيب لك باب الشارع مفتوح عشان ما ترنيش عليا. انا هقفل التليفون عشان مصطفى كل شويه انت عارفه بيكلمني فيديو. هقفله وقبل ما نخلص كده ابقى افتحه. ماشي يلا، مع السلامه. اما اروح افتح لها باب الشارع. تعالي يا ايه يلا. يلا. انا جبت الحاجات كلها اهي. ماشي. هدخل اغير هدومي كده ونبدا. ماشي، خشي غيري هدومك. هفضي الدقيق والحاجه. خلاص، اول ما تجهزي اخش اغير هدومي. ايوه عارفه نسيت ايه. في ايه؟ نسيتي حاجه نجيبها من تحت؟ باين عليا نسيت السمسم. يا نهار ابيض. خلاص هبقى ابعت ملك يجيبه دلوقتي. عقبال ما تغيري هدومك هبعت ملك ينزل يجيبه. خلاص اخش اغير. ماشي يلا. يلا يا مالك. يا ماما. مالك. يا ماما. بصي يا حبيبي، خدي الفلوس اللي على السفره وانزل عند العطار اللي تحت قول له هات ب 10 جنيه سمسم. ماشي. قول له سمسم نضيف. ماشي يلا بسرعه. ماشي. ما قال لي عبايتك فين؟ مش لاقي عبايتي. عبايتي هقوم اجيبها لك. حاضر. عشان نسيت اجيب العباية معايا. لا هقوم اجيب لك عبايه من عندي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه ده؟ انتوا بتعملوا ايه؟ ايه ده ماما؟ انت ما رحتيش عند مرات خالك النهارده او مرات اخوكي النهارده؟ لا ما رحتش، مش قادر. رحت جبت برشام صداع، دماغي وجعاني وقلت عاملة ايه اطلع يا ابص طنط عليكم، بقالي مصطفى؟ كام يوم ما شفتكوش. بنديك الصحة يا رب. عاملة ايه؟ عامله ايه يا ماما؟ انت تعملي ايه؟ لا مش هعمل حاجه، مش ده انا بعمل كنت جايبة حاجه. حاجات كده قلت افرجها عليها. امال ايه دي ده؟ ما دي حاجات. دي حاجات ايه؟ حاجات ايه جايه تعملها عندنا؟ اصلي انت عارفة ان الصالة عندي ضيقة مش زي هنا ما شاء الله. فقلت اجي اعمل شوية كحك هنا. وهي دي اصول يعني؟ عارفه ان اخويا ميت وجايه تعملي كحكه عندنا؟ الناس تقول علينا ايه؟ ينفع؟ معلش يا ماما، ما حدش انا قلت شايفنا. افرح بس العيال يعني ما الصغيرة. حدش شايفني؟ انا فين؟ انا لما الناس تشم ريحه الكحك يقولوا اخوها لسه مدفون دلوقتي
بقاله اسبوع وراح تعمل كحك وبسكويت. ما انا شايفاكي مشيتي، انا قلت مش هتيجي دلوقتي. وانا عشان اهم حاجه انا ولا الناس تقول عليا ايه؟ ما ينفعش هي مش الناس هتعرف هيعرفوا. منين إن يا إحنا بنتي، في عندنا؟ اصول، في اصول، عيب. عندنا حاله وفاه، ما ينفعش نعمل كحك وبسكويت. في عادي إيه؟ يعني يا ماما، انا بفرح العيال، مش احسن ما يبصوا للناس بره؟ يا اختي اشتري لهم كيلو جاهز وما تعمليش هنا في البيت، عيب كده. انا هوريك اهو، مش لاختك. ها عرفت ان الصراحه حلوه، مش قصدها، الكذب انا ملوش رجلين. انا اللي قلت لها تعمل كده عشان العيال الصغيره. عشان العيال وأنت ده عارفة- ملك فرحان آه. وعايز كحك وبسكوت. يا اختي بشتري له كيلو جاهز، لكن ما تعمليش هنا في البيت حاجه. ما انت عارفه ان الجاهز احنا ما يتضمنش بناكلش اليومين حاجه من دول. بره اصلا. خلاص، مش هينفع كحك النهارده، مش هينفع كحك السنه دي. شوف امك لو عامله هاتي منها بتاع كحكتين، مامي لسه ما عملتش، حتى متكله عليا ان انا وانت اللي جايه أعملها. تعملي هنا. دي الاصول اللي انت تيجي تعملي هنا. والله ما كان قصدي. يبقى خدها عندكم وتعمل هناك. ما انا ما بعملش عند حد، انت عارفه دي جوزها طول النهار قاعد وانا خلاص، أمي وأبويا واحنا عندنا بيزعلوا. حاله وفاه. ايوه، ما انا لو رحت عملت عند ابويا كان هيبهدلني برضه. اشمعنى بقى خايفه من ابوكي؟ هيقول لي ما حماتك اخوها ميت وانت عامله كحك وبسكوت. يعني انت عارفه ان ده غلط، وعارفه ان المفروض ما بتعملش حاجه زي كده، معلش ورغم يا كده أم بتعملي. معلش، ده احفادك اللي عايزين. هي والله لولا ان مالك عمال يأذن عليها، والله حتى قال لي انا كمان. ده لسه ما ربعنش يا شيخ، حرام عليكم، حرام عليكم منكم لله، انا مش ناقصه. يا ام مصطفى بس اهدي، تعالي. لا اله الا الله، شفتي؟ هي المشكله مش فيها، المشكله دلوقتي لو قالت لمصطفى ان انا بعمل كحك وبسكوت وخاله ميت. حقي نفسك يا حبيبتي وانزلي اللي هتكلمي معاها وشيلي الهم ده، ولا انا هيعمل حاجه، انا هجيب لك جاهز. لا خلاص، هنزل اقول لها ان انت خدتي الحاجه ومشيتي. خلاص ماشي، يلا ماشي. يلا. طيب وأنا حتى هنزل واحنا أتكل على نازلين الله. تعالي معايا وقولي لها ان انت خدتي اقول لك يلا. حاجه واديهم للفرن يعملوا. خلاص هوديهم معايا، يلا. ربنا يهدي الحال.